مينا. اتفضل يا مينا، مساء الخير. الو، اهلا بيك، اتفضل. ايوه مساء الخير يا فندم. اتفضل يا مينا. لو سمحت في كذا نقطه بس عايز اقولها. تحت امرك. القاهره اليوم النهارده بتاعك، اتفضل. اوكي. اول نقطه، انتوا قناه ما فيهاش اي نوع من الحياديه. ده صحيح. كل المظاهرات اللي بتنزل في كل محافظات مصر انتوا ما بتجيبوش عليها اي حاجه. بص القناة الجزيرة اللي ما بتعجبكمش وكل القنوات التانية هتلاقي فيه مليون مسيرة بتنزل والعدد كبير جدا. تمام. انا عن نفسي الجزيرة احسن قناة في الدنيا. لا رد عليا لو سمحت. انا عن نفسي بنزل هنا في اسكندرية، العدد كبير جدا وناس مش من الاخوان خالص، الاخوان نسبة بسيطة، الناس كلها بتتفاعل معانا. طبعا انا متأكد ان انت بتنزل مع الاخوان، وواضح ان اسم حضرتك مينا. لا كل اسكندرية بتنزل. كل اسكندريه بتنزل. اللي فات انضربنا عند مسجد علي بن ابي طالب والفيديو موجود على الفيسبوك. اسمع، انا عايز اسالك سؤال بس، بما ان حضرتك بتتكلم، بس انا عايزك بس ثانيه واحده، هسيبك تكمل كلامك صدقني. والله انا مبسوط ان انت اتصلت. انت اسمك مينا؟ انت مالك باسمي؟ اسمي مينا. لا مش مالي باسمك، ما انا نفسي ان تكون من الشجاعه بحيث تقول لي اسمك. انا هسيبك على الهوا والله. انا اشجع منكم ومن كل قنوات بتاعتكم غير حياديه. الناس كلها كشفت كذبكم. المظاهرات ما فيهاش كل الناس كذبت، كل القنوات وكل التلفزيونات وكل المدن. اي سلاح، الناس عارفه الكلام ده كله، وانا خالص مفيش اي سلاح. المظاهرات واللي احنا بنشوفه ده بعينينا. والناس ده ايه نازلين توزعوا شربات في البلد؟ شارع مسجد علي بن ابي طالب. لو سمحت ما تلغوش عليا، اديني فرصتي. ده برافو عليك والله. انتوا فعلا ناس محترمه. شارع علي بن ابي طالب شافت دبابات الجيش وهي انت شايف الهواء؟ اديني بزعق لك اهو قد ايه انتوا سلميين ومحترمين. ايوه قد ايه احنا سلميين. لو سمحت رد عليا واسال الناس اللي في اسكندريه كلهم. هنسال اللي في اسكندريه. انا الان على الهواء مباشره بقول لاهل اسكندريه اتصلوا بالقاهره اليوم، ردوا على الاستاذ اللي مسمي نفسه مينا وداخل يدافع عن الاخوان المسلمين. انت عندك البرنامج يتكلم زي ما انت عايز. بالنسبه لجنود الجيش والشرطه انا بقول لهم اتقوا الله، دم الناس اللي بيموتوا كلهم في رقابيكم، ربنا هيحاسبكم واحد واحد. صح. انتوا قتلتوا 3000 على اعتبار ان الشرطه هي اللي سلحتهم، وانتوا اللي حرقتوا على اعتبار ان الشرطه اللي حطت في ايديهم قنابل، على اعتبار ان الشرطه هي اللي قالت لهم تحصنوا، على اعتبار ان الشرطه هي اللي قالت لهم ان احنا الان في جهاد اسلامي، على اعتبار ان الشرطه هي اللي قالت لهم هدوا المدارس، على اعتبار ان الشرطه هي اللي قالت لهم احرقوا الجوامع، على اعتبار ان الشرطه هي اللي قالت لهم اقتلوا المسلمين. الناس كلها مسلمين ومسيحيين عارفين ان انتوا كذابين، كلكم قنوات كذابه ما بتجيبش الحقيقه، ولا قناه من القنوات جايبه اعداد المظاهرات اللي بتنزل. يا كذابين يا ملبسين. وايه رايك في اللي حصل يوم 30/6 يا استاذ مينا؟ بالنسبه لاردوغان 30/6 قول لي بس، انت شفت 30/6 والجزيره صورته كمان، قول لي رايك فيه ايه؟ وانت بتقول بتعيب عليه انه بيبكي. هو بيبكي لانه انسان مش حيوان. عارف يعني ايه انسان ولا ما تعرفش ولا نسيت يعني ايه؟ انتوا البني ادمين بقى، انتوا بس اللي بتحسوا. البني ادمه اللي اتقتلت انتوا بس اللي بتحسوا. بني ادمه ولا شعب كله بيحاولوا يقتلوه؟ اسمع الكلام لو بني ادمه ولا شعب باكمله؟ شفكي بتقول اللي اتقتلوا. طب انت بتكلمني دلوقتي عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه عشان انا عايز اهديك. انا عايز اهديك والله. يعني انا نفسي اطبطب عليك واقول لك ما تخافش يا حبيبي، اتكلم بهدوء وانا هخليك تقول اللي انت عايزه. فعايزك تهدى وتقول اللي انت عايزه بس بهدوء، ما تقلقش. حرام عليكم، انتوا ما عندكوش ذره انسانيه يا سيدي. ماشي ما تقلقش، انا راجل ما عنديش انسانيه. انا لو ما عنديش انسانيه ما كنتش دخلتك على الهواء. انا عايزك زي ما انا لو ما عنديش انسانيه كنت قفلت السكه في وشك من اولها. انما انا بقول لك اصل كان معايا اطباء نفسيين هنا امبارح وقالوا لي ان انا في الاول لازم اتعامل معاكم بشكل هادي واقول لك ما تخافش، انا متقبل وجهه نظرك. ارجوك كلمني في وجهه نظرك علشان ما تقولش اللي احنا عملناه. لو سمحت رد بس على النقطة دي. ال 36 واحد، ال 36 رد عليا بس لو سمحت. ايوه انت قول السؤال عشان ارد والله. ايوه ال 36 واحد اللي ماتوا في عربية الشرطة كلنا شفنا صورهم. شفنا صورهم. ومين قال لك ان احنا موافقين؟ يعني احنا وقفنا شفتنا ظهراتنا لما ناس ماتت. لا استنى. وايه رايك في قبل ال 36؟ ايه رايك من قبل ال 36 ما يموتوا؟ وهو ايه اللي خلى ال 36 يعتقلوا؟ وهو ايه اللي خلى ال 36 دول يوصلوا لهذه المرحله؟ وايه اللي خلى 50 يموتوا؟ وايه اللي خلى 100 يموتوا؟ ومين اللي مسك شبابنا السلاح؟ ومين اللي درب شبابنا على شيل السلاح؟ ومين اللي قعد حصنه
يا راجل الفيديوهات اللي انت بتقول مرفوعه على اليوتيوب كل الناس عارفه كده. خش انت كمان انتوا اللي اتفرج عليها. الفيديوهات دي. ايوه دخلت استاذ مينا من الاسكندريه، انا بشكرك على المداخله الجميله جدا دي.